السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم بعض النقاط المتعلقة بالإطار العام لهذا الملتقى، ومن بينها: أولاً، إن أبناء المصريين في الخارج هم جزء عزيز من الشعب المصري، وبالتأكيد لهم كل الحقوق وعليهم كافة الواجبات. وفي الوقت نفسه فإنكم كأبناء الجالية المصرية في الخارج جزء من قوة مصر الشاملة، فأنتم تمثلون قطاعا مهما من الموارد البشرية المصرية التي هي أغلى ما تملكه بلادنا في الحاضر والمستقبل، وأنتم صوت مصر وصورتها في كل الدنيا. كل منكم سفير لوطنه نعتز به ونفخر به. أنتم كان لكم دور مشهود، وأنا أعلم ذلك، حينما قامت الثورة المصرية في 30 يونيو 2013. كان لكم جميعا في الخارج الدور المشهود والمقدر من الدولة المصرية في الدفاع عنها وفي شرح حقائق ما حدث في مصر من ثورة شعبية قام بها الشعب المصري في هذا الوقت. وبالتالي لكم دور هام جدا نعتز به، وأنتم سفراء لنا، وأنتم لكم دور مهم في التأثير في الرأي العام في الخارج، وهو ما لمسته عن قرب خلال فترة عملي للخارج. ولكم دور أيضا هام في نقل الصورة الحضارية عن مصر إلى العالم، بما يعزز نظرة الشعوب الأخرى لبلادنا ويشجعهم على السياحة والاستثمار فيها والتجارة معها وتفهم سياساتها ومواقفها والتعاطف مع قضاياها. إن بإمكانكم وأنتم ما تقومون به، ولكن نطالب منكم بالمزيد والمزيد، أن تقوموا بقسط وافر في تفعيل قوة مصر الناعمة في دعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تجري على أرض مصر الكريمة. إضافة إلى ذلك فإنكم شركاء في أهم الملفات التي وردت في برنامج الحكومة الجديدة، وهو ملف التنمية المستدامة والشاملة. شركاء بدعمكم السياسي وانتمائكم الوطني الصادق، شركاء بعلمكم وخبراتكم وكوادركم التي تفخر بها مصر بتميزها في العديد من المجالات في كافة أنحاء العالم. وأيضا أنتم شركاء في مسيرة التنمية بمدخراتكم وثمار جهدكم واستثماراتكم في الاقتصاد المصري عبر القنوات الرسمية المتاحة. إن تيسير هذه المشاركة وفتح الآفاق الجديدة أمامها هو حق لكم وواجب وطني عليكم أيضا. من هذا المنطلق أدعو حضراتكم أن تطلعوا على برنامج عمل الحكومة، وأن أقترح عليكم المجالات التي يمكن لكم المساهمة فيها، وأنا في انتظار بالتأكيد مبادراتكم سواء أفرادا أو تنظيماتا أو اتحادات. ودعوني أن أتحدث هنا عن عملية التنمية الجارية والتوجه القائم للدولة المصرية في فتح مزيد من الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية. فمن باب أولى بالتأكيد أن تكون هناك الاستثمارات من جانب أبناء الجاليات المصرية في الخارج، والدولة عاقدة العزم على توفير كل الضمانات وكل الحوافز لتشجيعكم على المساهمة في عملية التنمية بناء على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع. نحن الوطن يدعوكم لأن تشاركوا في عملية التنمية فتحققون بالتأكيد مصالحكم ومكاسبكم، والوطن أيضا يحقق مكاسبه. فهذا ما نطمح فيه، هو مبدأ تحقيق المكاسب لأبناء الجاليات في الخارج وأيضا للدولة والوطن الأم. ثانيا، إن الدولة
طيورنا المهاجرة في الخارج ودورهم المهم جدا في دعم الوطن والتواصل الرائع ما بين الطيور المهاجرة والجذور أو جذورهم في مصر. هنتكلم عن المؤتمر أو مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الخامسة اللي كان يوم 4 و5 أغسطس، وطبعا كان بحضور دكتور بدر عبد العاطي وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وطبعا تم ضم الوزارتين دول لخدمة المصريين في الخارج. هنتكلم أيضا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، عن دورهم في دعم الوطن اقتصاديا واستثماريا ومطالبهم إيه. وهنتكلم أيضا عن التحالف، وده التحالف الحقيقة وليد لكن ظهر بصورة جميلة جدا، وهناك اهتمام كبير له من القيادة السياسية ومن الدولة وأيضا من المصريين أبناء مصر في كل دول العالم. في البداية طبعا اسمحوا لي أرحب بضيوفي على الهواء اللي منورنا النهاردة في القاهرة هذا المساء. وهنبدأ ب الأستاذ نشأت زنفل، عضو المجلس الرئاسي للتحالف الدولي للمصريين بالخارج. أهلا بك يا فندم، نورتنا في القاهرة هذا المساء. ومعنا عنصر نسائي متميز جدا، دكتورة آيات خليفة، رئيس ومسؤول اتحاد المرأة والأسرة العربية في النمسا وعضو في تحالف المصريين في الخارج. منورانا النهارده يا دكتورة آيات. ميرسي لحضرتك. يعني احنا بنقول مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الخامسة، وكان هناك العديد من الجلسات أستاذ نشأت اللي تم من خلالها طرح العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم المصريين في الخارج ولهم مطالب خاصة جدا. سريعا كده نقول أهم هذه الجلسات كان إيه؟ والله يوم المؤتمر بشكل عام بكل جلساته كانت حاجة مهمة جدا. كنا نتمنى جلسات أكتر من كده، لأنه المصريين عندهم هي مش مطالب يطلبوها من الدولة، بس هي ديت مشاكلهم ومطالبهم الخاصة اللي هي تسيير أمورهم. أيوة. يعني الناس المصريين في الخارج مش طالبين حاجة من مصر، يعني الناس كلهم بيحبوا بلدهم وبيحبوا ان هم يدوا لبلدهم أكتر من ياخدوا منها. بس كانت المطالب بتاعتهم يعني مجرد تيسيرات إن شاء الله ان هي تتم بعد دمج الهجرة مع الخارجية. إنه طب انت شايف الضم ده يا استاذ نشأت، اختصاصات ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا مع وزارة الخارجية، ده هيفيد، هيكون في تطوير، يعني هيفرق كتير في التعامل ما بين الوطن والمصريين في الخارج؟ هو المفروض ان هو يفرق. لانه هو انا زمان وحتى لما كلمت يعني سياده السفيره او الوزيره سهى الجندي، وطبعا سياده الوزيره نبيله مكرم لهم منا كل التقدير والاحترام. كنت تملي بقول لهم ان انتوا لازم يكون لكم دور، يعني مثلا هي الوزاره او بيسموها وزاره الدوله، فما لهاش اي يعني ما لهمش اي حاجه هم بيقدروا يعني ينفذوها على ارض الواقع. يعني كلها مطالب بيحاولوا يتواصلوا. هم مجرد يعني همزه وصل ما بيننا وما بين الوزارات. لكن هم في نفسهم شخصيا الوزاره كلها ما عندهاش اي حاجه تعملها لنا بصفه مستمره او بصفه يعني مباشره. فكانت هي ان احنا كنا بنطلب طلب من وزاره الخارجيه، فكانت سياده الوزيره او الوزراء السابقين كانوا بيوصلوا الطلب ده لوزير مثلا التعليم، لوزير الخارجيه، لوزاره الداخليه، اذا كان الجهات المعنيه، الجهات المعنيه كانوا او اذا كان لنا مبادرات. فدلوقتي لما الوزارتين انضموا مع بعض وبقوا مع الخارجيه، اصبح دلوقتي المفروض ان المعاملات تتم اسرع، لان هيتم تنسيق ما بين الوزارات وما بين الوزاره سواء الهجره او الخارجيه، لانه يعتبر وزاره واحده، مع كل السفارات والقنصليات اللي في العالم. فاصبح ان الطلب بتاعنا بقى جامد. لو احنا بنطلب حاجه من الخارجيه هنطلبها بشكل مباشر من الخارجيه، بدل ما كنا بنروح الهجره وننتظر ونطلب طلب ودولت، فبتاخد وقت شويه. جميل.
يمكن كان هناك موضوعات مطروحة للنقاش في مؤتمر المصريين في الخارج، وأيضا مؤتمر التحالف الدولي للمصريين في الخارج، وكان طبعا في مطالب في مجال التعليم، الاستثمار وغيره، والشباب. المرأة بقى هنا يا دكتورة آيات دورها ايه ومطالبكم كانت ايه كمرأة مصرية بتمثل مصر في الخارج في كل دول العالم تقريبا؟ اهم المطالب او طموحاتكم ايه كامرأة مصرية بتمثل مصر في دول العالم بشكل عام؟ يعني انت بتتكلمي باسمهم كلهم دلوقتي. ايوه. لا انا يعني انا ليا وجهة نظر ودايما بفكر فيها. يا ريت نهتم بالجيل الثالث اللي هم اولادنا. احنا الجيل الثاني انا عايزه الاهتمام، نستفيد بالولاد اللي درسوا بره وتعلموا بره وخدوا ثقافات بره. يعني انا كان نفسي كمان يتعمل مؤتمر مخصوص يضم الشباب دي. ما هو ده بقى التحالف الدولي ان شاء الله يقوم بالموضوع ده لانه مؤتمر مهم جدا. الاولاد اللي اتولدت بره في نماذج مشرفة جدا لمصر، دارسين دراسات عالية، وصلوا لمراكز حلوة مشرفة، بس عايزين نضيفهم لينا، نضيفهم، نلقي عليهم الضوء. ايوه، الوطن يعرفهم وهم يعرفوا الوطن. والوطن احنا محتاجينهم. هم ثقافتهم غيرنا، احنا الجيل الثاني ثقافتنا غيرهم. هم اتعلموا بره، درسوا، معظمهم اتولدوا بره كمان. ايوه، نشأوا في البيئات دي والدول المختلفة، ودول اصولهم مصرية. فانا محتاجة نهتم بيهم اكتر، ويكون لهم برضو مؤتمرات تضمهم وناخد افكارهم ونتعرف عليهم. جميل. يعني جميل جدا. ده مطلب مهم جدا، وانا بضم صوتي لصوتك. عايزه برضو استاذ نشأت نتكلم عن التحالف الدولي للمصريين في الخارج، الفرق بينه وبين الاتحاد العام للمصريين في الخارج. اهدافكم ايه؟ هو طبعا ما فيش يعني الاتحاد العام له منا كل التقدير والاحترام ولهم تاريخ كبير وباع كبير في العمل العام. بس هو المشكله ان انا كنت نفسي، حتى كنت جزء من الاتحاد لفتره، وكنت بحاول ان انا اعمل تطوير للاتحاد العام. واتكلمت مع الناس الموجودين يعني المسؤولين عنه، مش عايز اجيب اسماء، وقعدت معاهم في مبنى الاتحاد على اساس ان احنا نعمل تطوير للاتحاد، وان هو يقوم بالدور اللي احنا بنعمله دلوقتي في التحالف، ما نعملش جديد. يعني ده البدايه، ان احنا عايزين نبني من ده التحالف عندنا، فاحنا نقدر نشتغل فيه ونقدر نعمل. بس للاسف انت عارفه في عندنا مشكله كبيره اللي هي الجزء الاكبر المناصب. انه كل واحد متمسك عايز يبقى الرئيس. فهو خايف على، يعني هي المشكله او الميزه او الحاجه الموجوده، احنا ما عندناش مناصب، ما عندناش. يعني احنا عملنا، لما انا جيت فكرت بعد ما طلعت بالتجارب، انا عملت جوله في اوروبا، ورحت النمسا، ورحت برلين، يعني رحت المانيا، ورحت وايطاليا ورحت هولندا. فلفيت ورحت السعوديه، ورحت كذا دوله قبل ما اعمل التحالف، على اساس ان انا اقدر اشوف الناس على الطبيعه، استفتاء على الطبيعه، استقصاء عن مدى اقبال وقناعه المصريين. ايه اللي احنا طالبينه؟ لقيت ان الناس هي مشكلتها الوحيده كلها انه المنصب ده او الكيان ده معمول عشان فلان، التايتل ده لفلان. فانا حاولت ان انا احل المشكله، فحليت المشكله ان احنا بنعمل، لو حضرتك شفتي هتلاقي مكتوب عضو المجلس الرئاسي. ايوه. وعضو المجلس الرئاسي ده يكون فيه واحد من كل دوله. رائع. من دول العالم. معبر عن كل المصريين بالخارج. معبر عن كل المصريين في الخارج. كويس جدا. يبقى اصبح ان انا لما اجي اعمل حاجه هتطلع، احنا خدنا مثال جميل من هو المجلس العسكري. بيطلع قرارات محترمه، وبيطلع بيان، وبتطلع حاجه مشاوره، وبيعملوا الحاجه بالتنظيم. ما لازم نتعلم من الجهات. لا، لازم نتعلم حتى من الجهات المنظمه. فالقوات المسلحه بتاعتنا يعني لها كل التحيه والتقدير. جيش بلادنا لهم تقدير كبير جدا، ولهم شغل تنظيمي، يعني حتى رتبهم، حتى ترقياتهم، حتى حاجاتهم معموله بشكل كويس وشكل احترامي. والصغير بيحترم الكبير، والاقدم بيحترم الاقدم منه، والقيادات. فدي اللي احنا قلنا نعمل مجلس على غرار المجلس العسكري ده. يعني طبعا مع الفرق الكبير طبعا، يعني بس نموذج في الالتزام من الحاجه العظيمه ديت. ده شيء مهم جدا. فقلت نعمل مجلس، يبقى في مجلس رئاسي، في ناس موجودين، يبقى مثلا ما يجيش الكيان ده يبقى بتاع نشأت.
لا قدر الله نشأت جرى له حاجه او نشأ مش موجود النهارده، لا ما يمشيش يعني مثلا أيوة. نشأ مشي ما يقولش لا انا سايب يتوقف على شخص، بس يبقى انا اشتغلت شغل مؤسسي. وبعدين انا طالب المصريين في الخارج. أيوة. احنا بنحاول نعمل لهم هم خدمه. أيوة. الخدمه ازاي؟ اننا احنا دلوقتي لما نيجي نروح نبقى في اي بلد كلمات كده كانت بتقلقني وتتعبني على مدار انا طالع من مصر سنه 90 يعني متغرب من سنه 90 يعني فوق ال 34 سنه. الكلمات اللي كانت بتألمني جدا اللي هو احنا للاسف اللي بنقولها لبعض ابعد عن المصريين، مالكش دعوه بالمصريين في الخارج. في الخارج ما تتعاملش مع المصري ما اللي تتعاملش زيك مصريين. في الخارج. اصل المصريين هم بقى خدوا العقيده ديت وبقت ايه زي الترند كده وبقينا نتوارثها ونعمل. وخصوصا ان احنا بيبقى مشاكلنا مع بعض وكل واحد مشاكله يعني مثلا اللي في فيينا مشاكلهم مع فيينا، الغيره اللي ملهاش لازمه والحقد اللي ملوش لازمه. وبعض الناس هتلاقي مثلا في كل جاليه في 1 ولا 2 أو 3 دولت بس شغلتهم فيسبوك اللي هو بس بيتكلم على الدكتوره ايات، بيتكلم على نشا، بيتكلم على كل واحد شغال فبيحبطه يعني بيعمل له بس احباط. هو انت عارف الجميل فعلا زي ما حضرتك قلت ان التحالف الدولي للمصريين في الخارج ده بيضم المصريين في كل دول العالم، وهيكون في نموذج معبر عن كل مجموعة مصريين في كل دول العالم. انت عضوة طبعا في التحالف ده يا دكتورة ومؤسسة عضوة مؤسسة جميل. طب انت في النمسا في فيينا دورك ايه مع التحالف الدولي للمصريين في الخارج؟ هتقومي بايه؟ هتقدمي لهم انا تسمحي لي بس اقول جزء صغير للدكتوره ايات صراحه لانه في احنا كمان من سبب اختياراتنا للناس اللي موجوده اللي معانا الناس اللي بتشتغل على الارض ده مهم جدا من غير تايتل ومن غير حاجه، افعال لاقوال، افعال لاقوال. لا انا مش محتاج مثلا ان انا اقول الدكتور الفلاني او البروفيسور الفلاني، لا انا محتاج الناس اللي بتشتغل الارض. الدكتوره ايات او الاستاذه ايات خليه بقى يقول لك ليه بتشتغل تم اختيارها كمان واشتغل. لما رحت فيينا اول حاجه بنشوف نشاطهم طول السنه كويس. لو حضرتك تابعت صفحتها على الفيسبوك بتعمل رحلات لدول تانية اللي هي دول الجوار، عامله جزء شغال كويس جدا مع شغل المرأة اللي موجود عندهم. أنشطة المرأة بشكل كبير جدا، عندها ترحاب واستقبال لكل واحد، وده اللي احنا طالبينه من كل الناس، التعاون لأي حاجة، لأي مشكلة أو أي حد مصري في الخارج. فهي عندها كل الحاجات ديت، فهي فعلا من الشخصيات اللي أنا بصراحة بعزها جدا إن هي تبقى موجودة معانا. نتشرف بيكي يا دكتورة. طب احنا طبعا من ضمن الجلسات أو الموضوعات اللي الدولة مهتمة بيها الحقيقة الاستثمار بشكل عام في مصر، وده ممكن يكون للمصريين في الخارج دور مهم جدا طبعا في تنشيط الاستثمار في مصر، سواء جذب مستثمرين لمصر او انتوا كمصريين في الخارج تشاركوا في مشروعات استثمارية على أرض مصر. ده مطلب مهم جدا في الوقت الحالي. ممكن تساعدوا فيه ازاي او تقدموا فيه ايه؟ وايه هي القطاعات اللي بتستهويكوا انتم كمصريين في الخارج ان انتم تستثمروا فيها؟ السؤال ده لحضرتك وللاستاذ نشأت. انا هتكلم عن شغلي. اكبر استثمار لمصر السياحة في مصر فعلا. دي هتجيب لمصر استثمار يعني عائد ودخل وهتشغل المصريين. احنا عايزين تنظيم رحلات. مصر فيها اماكن كتير المفروض نستغلها، وتنظيم بقى حلو، لان فعلا مصر فيها سياحة دينية تاريخية ثقافية كتير. فدي لو استغلت علاجية وصحية. أيوة ديت انا اهتم بيها اكتر. دي اكتر استثمار افيد بيه يستهويكي انت كامرأة مصرية في الخارج. حضرتك بقى، وحضرتك طبعا في امريكا مقيم من سنة 90 في امريكا نشأت. والله هو الاهم حاجة زي ما قالت هو المجال. احنا بدأنا في التحالف، انا بدأت وعملت الشراكة ما بيننا وما بين اكبر شركة اللي هي شركة منير بيه غبور. وده طبعا معلش يعني للاعلان بس ممنوع يعني الاسماء مع اكبر شركات السياحه اللي تمام. المصريه الوطنيه الحره اللي احنا بنثق فيها واللي موجودين هنا. فسهلنا الامر لكل مصري في الخارج انه يقدر ينزل فوق. رائع. دلوقتي من خلال الشراكه اللي ما بيننا وما بين الشركه اللي احنا عملناها هنا. ايوه. عملنا شراكه دلوقتي اي حد مثلا الدكتوره
عايزه الدكتوراه عايزه تعمل رحله كتير تتواصل معاها والرحلات بنجيب لها السعر وبنجيب لها الخصم بتاعنا بتاع التحالف الدولي وبنعمل لهم خصم كويس جدا، منهم الاوتيلات ومنهم الترانسبورتيشن التنقلات ونقدر ان احنا كمان المراكب في النيل نقدر نستثمر في ده. الاستثمار الاكبر هو الاستثمار في العامل البشري. الاستثمار في البشر، الاستثمار فينا احنا. انا عايز اهتم بالجاليه المصريه الموجوده في كل العالم، عايزين نطور بعض شويه. يعني من ناحيه ايه برضه؟ يعني بص يعني نتكلم كده ايه بقلب مفتوح من ناحيه ايه؟ الشغلانات اللي احنا بنروح نشتغله في اول البدايه اول ما بنوصل بيبقى الشغل متدني بحكم ان انت ما معكش لغه بسيطه لان اللي بيروح طبعا ممكن يكون مش عارف لغه ايوه مش عارف الطريق مش عارف حاجه. فديت فرقت معايا مثلا من الطريقين الناس اللي انت بتنزلي عليهم والجاليه اللي بتساعدك من دول. اكيد. فواحد مثلا مع احترامي لكل المهن هو بيشتغل مثلا في غسل الصحون. فاول ما بيدور لك شغل بيدور لك شغل في المطعم اللي معاه عشان يعني يساعدك على قده ده امكانياته. واحد بيشتغل مثلا معارفه ومحيطه اللي بيشتغل فيه. لكن مثلا دلوقتي يعني لما في مثلا ناس من اللي معانا مثلا دكتور زي الدكتور محمد علي لما كان بيشتغل من دورة معانا في امريكا كان بنعمل بحث وبنعمل حاجه انه ازاي ان احنا هننمي قدرات الجاليه بتاعتنا. إن يعني اللي عايز يسافر مثلا من المصريين لاي دوله في دول العالم دي خطط نأهله ازاي علشان يقدر ان هو يروح يعمل في وظائف كريمه. ايوه يعني لما يكون في عندنا التحالف ويقدر مثلا حد جاي وهو وصل عندي كويس، هو وصل لامريكا اوريدي او وصل لاوروبا او وصل لاي حاجه، اي دوله ساعتها بدل ما احنا هو يروح على العمياني ويقدر يروح ما يشوفش حد او مش عارف حاجه وياخد وقت طويل على ما ياخد السكه، يبقى احنا سهلنا له الطريق. ليكوا كيان كل دوله يلجأ اليه اي مصري بيفكر ان هو يسافر للعمل في الخارج. ده مهم جدا. ايوه عامل لهم مكتب، هنفتح مقر القاهره كويس. يعني خلال ايام يعني خلال الاسبوع الجاي هنفتح مقر القاهره. هنعمل فيه الجزء ده جزء تأهيلي. يعني تعالى انت مسافر معاك عقدك وخلصت، احنا ما بنسافرش حد بره. يعني هو بجهوده الذاتيه بقى هو يقدم ويسافر. جاله عقد عمل الشباب اللي جات له فيز جات له حاجه لانه لما انا يجي لي مصر لما يكون عندها العامل البشري ده موجود ويقدر ان هو يسافر، دي فلوس، ده استثمار. يعني انتوا تساعدوه بقى. ايوه طبعا نبدا ان انتوا توجهوه مثلا لمجال في مجالات عمل كبيره، وظائف شاغره مثلا ممكن يشتغل فيها والتعليم. ما يتخبطش بقى ويتعب في بدايه مشواره. بيتواصل معانا يعني يبقى عنده قدره ان احنا نقدر نعمل احنا من خلال التحالف نعمل اتفاقيات مع الجامعات اللي موجوده. وديت سهله جدا، الناس اللي هناك متعاونه جدا في كل الدول الاوروبيه وامريكا بيشتغلوا بالتعاون للتعليم ولا للتدريب؟ اول حاجه تعليم وفي تعليم المهني وده اللي المفروض يبقى هنا موجود. والدوله مهتمه بيه جدا، التعليم الفني والتعليم المهني. والقياده السياسيه مهتمه بيه بشكل خاص جدا. هو ده بقى اللي احنا عايزين، لانه انا بعمل دوري اساعد القياده السياسيه. مش انا كل حاجه انا طالبها من القياده السياسيه. وده دوركم انتوا بقى كمصريين في الخارج الحقيقه، ودور حيوي ومهم جدا. عملنا التحالف ليه؟ عشان نساعد الدوله. احنا ما بنجيش هنا نقول احنا محتاجين من الدوله ولازم الدوله ولازم 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 ولازم، مفيش لازم. احنا بنقول لهم ايه اللي تطلبوه واحنا هننفذه. جميل. طب بتقولي بقى عايزين ندعم دولتنا. ايوه. ازاي؟ انت شايفه بقى كامراه مصريه بنت مصر وولادك بيحبوا مصر جدا وكل ما تيجي مصر بيجوا معاكي وبيبقوا حريصين انهم يتواجدوا في مصر. انت كامراه مصريه يعني اتكلمنا عن دور التحالف. انت كامراه مصريه ازاي تقدري تدعمي وطنك وانت في الخارج؟ ووطنك بالتالي هي كمان هيدعمك. دعمت وطنها من اول ما قطعت التذكره ثلاث تذاكر بمبلغ وقدره. التذاكر عندنا بتوصل لمبالغ خرافيه خصوصا في الوقت ده. دعمت مصر الطيران ان هي دفعت دولت، دعمت ان هي عماله تشغل الاسواق. ما انا عايزاها بقى تتكلم بقى انا بس هي اللي تقول انا اسمعك. هو انا جزء انت بتشجع بس عشان هي ايوه اتفضلي. انا بدعم بلدي اللي انا كامراه مصريه اتغربت. علمت ولادي بقالك كام سنه في انا تقريبا زي مستر نشأت من التسعينات برضه 91 انا بعدك بسنه نفس التوقيت تقريبا. ان انا علمت ولادي تعليم مشرف انهم مصريين في البلد اللي انا موجوده فيها في النمسا. يعني انا عندي كريم كله عارف درس حقوق ما شاء الله. كريم اول شاب مصري
دخل الحكومة النمساوية البرلمان. جميل رئيس جميل. حي. ده وده أنا نموذج ربيته رائع. لوحدي من غير باباه، وأخته سياسة واقتصاد. ما أنا بقدم دولت أولاد مصر حاجة وصورة مشرفة. مصر. وبنزلهم مصر، بس أنا نفسي مصر بقى تستفيد من ولادي دول. أكيد أكيد. يعني نفسي، لأن ليهم أفكار غيرنا، حاجات هتفيد مصر كتير في التعليم. الشباب اللي موجود في مصر ممكن الولاد دولت يعملوهم تدريبات في مصر. مش لازم يسافروا، مش لازم يتغربوا. بلدنا حلوة يا مستر نشأت. لو حببنا الشباب هنا وعملنا استثمار ويشتغلوا دلوقتي في قرى سياحية كتير. على فكرة السفر ما بقاش حلو زي الأول. على فكرة هو مجالات الشغل. أنا هنا في قرى، وأنا من المنوفية. أحسن ناس. الله يخليك. وعندي الناس اللي موجودة، في ناس بتيجي تسأل على شغل، وفي صناعية، وفي ناس بيشغلوا بنسأل. بقول له بقى أنا لو عندي كمية الشغل اللي بتتم في مصر ديت وأنا موجود، أنا كنت هبقى مليونير. لأنه عندي كمية شغل ما بتنتهيش بقالها سنين. أنتوا سايبين ده وقاعدين ليه جوه هنا؟ احنا ليه تملي ماسكين في 7% بس اللي احنا ماسكين فيهم في الدلتا وعايزين نقعد جنبهم؟ ما الدولة النهارده بتعمل مدن جديدة هي ومدن ذكية عايزاكم ومجتمعات جديدة وفرص عمل للشباب. طب يعني حضرتك طبعا والدكتورة آيات نزلتوا مصر وشفتوا الإنجازات الكبيرة اللي حصلت والتغيير الحقيقة اللي احنا بنشوفه واحنا عايشين هنا. ما بالكم انتوا بتغيبوا سنين طويله وبترجعوا، اكيد بتحسوا بالاختلاف ده، والمشروعات القوميه الكبيره وشبكه الطرق وفرص تشغيل الشباب رغم كل الظروف الصعبه اللي مصر بتعيشها على المستوى الحدودي والمستوى الخارجي بشكل عام. كلنا طبعا متابعين الضغوط والحصار اللي بيتم على مصر. انتوا حاسين بده؟ حاسين ان مصر فعلا طبعا يعني في مشروعات والصورة اختلفت على أرض مصر رغم كل الظروف السياسية المحيطة بينا من الدول المجاورة؟ أقول لحضرتك على حاجة. هو يعني مش بس ملاحظين، احنا بنيجي الفرق ما بيننا وما بين المصري اللي موجود جوه، وحتى بنقله لأهلي وأصحابه وكل حاجة. احنا بنيجي زي ما يكون حضرتك انت متربي ولد عندك، فهو بيكبر قدامك، فانت ما بتبقاش حاسة بكبره. يعني مرة واحدة. لكن احنا بنيجي مثلا بيبقى هو عنده مثلا 5 سنين، بنرجع نلاقيه 15 سنة ففرق. فبتحسوا بالفرق. بنيجي نحس بكل حاجة اتعملت وكل حاجة اتغيرت. كل واحد نزل لقى الحي بتاعه اتغير، لقى الطريق اللي مؤدي للبلد بتاعته اتغير. يعني مثلا لما تيجي تاخدي طريق من المنوفية للقاهرة في ساعة، من وسط القاهرة لهنا لحد توصل لحد بيتي 1.3 ساعة، ديت كانت إعجاز وما كانش يتم أبدا. لأن احنا كنا بناخد يوم، والدي كنا احنا سكان مدينة نصر وكان أصلنا في الندرات، فكنا عشان نروح البيت ونروح من مدينة نصر كنا بناخد يوم من الصبح نوصل، يبقى اليوم مكسر، مش قادرة تعملي حاجة. تاني حاجة لما بتيجي تبني مدن جديدة وأشكال جديد، لما يكون معايا ابني دلوقتي جاي من بره وبيروح اسبانيا وبيروح اوروبا وبيروح امريكا وبيروح هنا ولف في كل الدول اللي هنا، لان هو مدير اقليمي هنا في الشرق الاوسط لشركه عالميه، ويجي يشوف ان بلده احسن بلد وان يشوف بلده بقت افضل، ولما يجيب المدير بتاعه وينزلوا هنا مع الشركات الموجوده يشتغلوا على هنا، ويجي يبص عليه ويجي يفتخر ان ديت بقت بلده، وانه الناس بتيجي يقولوا مصر جميله واحنا بنستمتع باكبر احسن بلد بنحب نروح نزورها هي مصر في الوقت الحالي، يبقى ده انجاز للدوله اللي فيها. لا ومش انجاز بس، يعني انا سعيده الحقيقه ان انتوا كجيل تاني، الجيل الثالث بقى اللي هم ابنائكم اللي ولدوا خارج مصر في الدول الاجنبيه دي، ان هم انتوا بتعمقوا عندهم روح الانتماء والوطنيه وبتعرفوهم قيمه مصر. يعني بتكونوا حريصين لما بتنزلوا اجازات لمصر تكون اسركم معاكم وولادكم معاكم وتفرجوهم وتعرفوهم قد ايه مصر عظيمه. فانا سعيده بده الحقيقه، مش منفصلين او انتمائكم. انا كان نفسي يبقى بنت دكتوره ايات موجوده معانا، وشوفي قد هي ما هي لغتها وحاجتها. السيدات اللي في مصر، السيدات المصريه اللي في العالم سيدات عظيمه ولهم كل تحيه وتقدير. السيده العظيمه اللي هي بتربي ولادها وتزرع فيهم حبهم لمصر، ديت ست عظيمه. طبعا. اللي بتيجي تاخدهم كل رحله مع ان عندها استعداد
في كل بلد، تروح في اي اجازه في اي بلد قريبه منها، في فرنسا، في انجلترا، في اي حاجه، والتكاليف اقل منها من تنزل مصر. لا، هي بتصمم ان هم ينزلوا مصر ويقضوا اجازتهم فيها. ليه؟ بيحببوا الاولاد. دلوقتي الاولاد هم اللي بيطلبوا الاجازه. وبعدين طول ما الولاد هم اللي عايزين ينزلوا مصر، عايزين يقضوا اجازتهم في مصر. دلوقتي لما باجي ابني بيجي يقول لي انا عايز اروح الساحل، انت حاجزتنا في الساحل. اول حاجه انت لما يكون ولادك هم حبوا البلد بيخلوك تستثمري. رجعنا للاستثمار. عايزك تشتري في الساحل، وده اللي حصل، بيخليها تشتري. اشتري لنا بقى في الساحل يا ماما، احنا عايزين نقعد هنا جميل. اشتري القاهره، يجي يشوفوا القاهره ويشوفوا المدن الجديده اللي معموله في قلب القاهره والحاجات، بيقول لك احنا عايزين نعيش هنا، لانه الحاجات اللي بيعيشوها هنا، وانا بقولها قدام الناس وبقولها قدام الكاميرا، اللي احنا بنشوفه هنا احسن من اللي بنشوفه في امريكا، واحسن من اللي بنشوفه في اوروبا، واحسن من اللي بنشوفه في كل حته. والانجاز اللي بيتعمل على ارض مصر غير مسبوق، والله العظيم غير مسبوق. واي حد انا عندي استعداد للمواجهه. انا قاعد في منهاتن، ساكن في منهاتن اللي هي قلب العالم، جنب الامم المتحده، والناس كلهم عارفين اللي هناك. احنا بنعيش في مأساة في الترافيك بتاعنا، في المواصلات، في زحمة المواصلات. عندنا الانفاق اللي موجوده ساعه الراش اور الموجوده، وساعه الزحمه الموجوده بتاع الموظفين، الناس بتقعد بالساعتين وبالثلاثه عشان تخرج من منهاتن. التطور، المدينه بحالها بحجم منهاتن ما تعملهاش كوبري واحد، يعني داخلين على 100 سنه ما فيش كوبري جديد اتعمل يعدي يودينا نيوجيرسي، او نفط تنر جديد يتعمل. هو طبعا يعني الحوار ممتع جدا، انا شخصيا مستمتعه، واعتقد ان لسه في كلام كتير قوي. احنا قلبنا مليان، عايزين نقول مع بعض عايزين شهور بنحسدهم. ايوه والله بنحسدهم. وموضوعات فعلا يعني الوقت مش كفايه. الوقت مش كفايه، لكن ان شاء الله هيكون في لقاءات تانية باذن الله، وتواصل دائم مع طيورنا المهاجره المشرفه في الخارج. وفي ختام لقائي بشكر ضيوفي على الهواء دكتور آيات خليفة، رئيس ومسؤول اتحاد المرأة والأسرة العربية في النمسا، وعضو في تحالف الدولي للمصريين بالخارج. وبشكر طبعا الأستاذ نشأت زنفل، عضو المجلس الرئاسي للتحالف الدولي للمصريين بالخارج. نورتوني في القاهرة هذا المساء، ولسه ما شبعتش من لقائي معاكم، بس أكيد إن شاء الله لينا لقاءات أخرى. احنا نتمنى القاهرة هذا المساء تشرفنا في الدول الأوروبية وأمريكا إن شاء الله، تعملوا حلقات معانا إن شاء الله. إن شاء قوي قوي قوي. أيوة. خلاص نتكلم في الموضوع ده. مشاهدينا كده وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا من القاهرة هذا المساء، وبأرسل لحضراتكم تحيات أسرة مروة ربيع وأماني عناني، وأسرة التحرير محمد عرابي وأشرف عبد الموجود. ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود. إلى اللقاء الاثنين القادم والقاهرة هذا المساء.